يعني احنا ما نقدرش نعيش مبسوطين لو احنا مش مستريحين في جوازنا او مش مستريحين في بيوتنا. بعد الجواز لا، مش كده. بعد الجواز بيكون في مجهود مبذول وبقوه، فهنا كل واحد فينا عيوبه بتبان. فازاي التاني هيحتمل ده بقى؟ ان كل واحد فينا مش عشمان قوي في التاني، فهيبذل مجهود علشان يحاول يرضيه. فلما الاثنين يحاولوا يرضوا بعض هيعملوا تاريخ. من غير امان تقريبا مفيش حاجه في الحياه يبقى لها طعم. نرجع تاني مع أشرف شعراوي والجواز. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. حضرتك اخترت المرة اللي فاتت الموضوع اللي هنكمل بيه السلسلة دي هو العلاقة الزوجية. وده موضوع أنا شخصيا متحمس ليه جدا. ونبدأ كده نقول هو أصلا يعني جواز. الجواز في تعريفه إنه علاقة بين اتنين، رجل وامرأة، على أساس ديني، وله أبعاد قانونية اجتماعية ومالية، وهو مصاهرة بين عيلتين متداخلين طبعا في العلاقة وموجودين فيها، وهو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع. فكل ما يكون عندنا حالات الجواز مستقرة ومشبعة ومكملة، كل ما عندنا مجتمع مستقر، وبالتالي ينعكس على تربية النشء اللي طالع، فيتعكس على حياتنا كلها على بعضها. أكيد. تمام. لو الحياة مش مشبعة ومش رغبتنا لما تلبى في هذه العلاقة، هيبقى ساعات خيار الافتراق هيبقى موجود، وموجود بقوة. واحنا شايفين اليومين دول عندنا في مجتمعنا ان حالات الانفصال والطلاق زادت شوية عن الأول، وبقت مزعجة شوية، ومبقتش التمسك بالعلاقة زي الأول. فبالتالي احنا عايزين نفهم هو ده بيحصل ليه. أكيد. وهو علاقة مهمة جدا للبني آدمين. يعني احنا ما نقدرش نعيش مبسوطين لو احنا مش مستريحين في جوازنا او مش مستريحين في بيوتنا. هيبقى صعب جدا اي نجاح هنحققه في حياتنا واي مكاسب هنعملها في حياتنا انها تبقى تاخد طعم اللي هو الاحساس بيها كده زي ما يكون احنا مستريحين في بيوتنا. وكأن العلاقة دي بتروح عاملة فيتو على الراحة في الحياة لو انت ما انتش مستريح فيها. فيتو. صعب انك انت تحس ببقية حياتك لو انت ناجح فيها، لو انت ما انتش مستريح في العلاقة دي. وهي علاقة ليها يعني خصوصيتها الشديدة جدا نتيجة موقعها، ونتيجة القرب والانكشاف، حجم القرب والانكشاف فيها عالي جدا. فبالتالي هي محتاجة طول الوقت ان احنا نبقى واعيين بيها ومركزين معاها، وفاهمين ان دي مرحلة مختلفة خالص عن اللي قبلها، سواء علاقة حب بقى او خطوبة او كنا كاتبين كتابنا. كانت الحاجات بتمشي شوية اوتوماتيك. بعد الجواز لا، مش كده. بعد الجواز بيكون في مجهود مبذول وبقوة لإنجاح العلاقة، واللي واخدين بالنا من الطرف التاني ومن احتياجاته. كل طرف واخد باله من التاني وبيحاول طول الوقت ان هو يساعده او يلبي له احتياجاته على قد المستطاع. طيب حضرتك يعني انا وقفت عند حتتين، انه العلاقة دي ليها حق الفيتو، وانه العلاقة دي هي اللي فعلا بتبني المجتمع. يعني احنا في حياتنا في علاقات مهمة جدا وكتيرة جدا. علاقة الابن بابوه، علاقة الام باولادها، علاقة الصداقة. كل العلاقات دي علاقات كبيرة وقوية. بس اشمعنى الجواز تحديدا او علاقة الجواز تحديدا هي اللي بتتميز التميز ده كله؟ لانها متداخلة في كل حاجة في حياتنا. وما تقدرش انك انت تبقى في بيتك ما انتش مستريح وتبقى حاسس انك انت ناجح في الحياة. لكن حتى لو انا حصل خلاف بيني وبين والدي او خلاف بيني وبين والدتي، الاستحمال هنا مع بعض اكتر، والتداخل اقل شوية، والانكشاف اقل، والتركيز اقل. فبالتالي يعني انت لما زي ما تكون كده صورة انت بتقربها جدا فبتبان العيوب اللي فيها. فهنا كل واحد فينا عيوبه بتبان. فازاي التاني هيحتمل ده بقى؟ فعشان كده ليها تقل ان انا لازم ابذل مجهود ان انا اتعاون واحتمل اللي انا ما كنتش شايفه قبل الجواز واللي هيبان لي بعد الجواز، اللي هي المشاكل اللي هتحصل بعد ما نتجوز. لان انت هتروح نقله الناس كلها بتبقى فاهمه ان هو اللي قبل هو اللي نكمل. لا، اللي بعد دي علاقه مختلفه بميكانيزماتها
وفي نفس الوقت بتبتدي تطلع مشاكل ما كانتش موجوده وشايفينها قبل الجواز. فالمشاكل دي هنواجهها ازاي ونتعامل معاها ازاي؟ وده بيفرق لو كانت علاقه الجواز دي مبنيه على الجواز التقليدي اللي هو فيه تعارف وكده، ولا العلاقه اللي بيبقى فيها مشاعر وعلاقه عاطفيه وحب قبل الجواز؟ هو كل نوع من الاتنين دول لهم مميزاته وله عيوبه. لو في حب بيبقى في قرب شويه، بيبقى فاهمين بعض اكتر شويه، بنبقى عايزين نساعد بعض شويه. بس هنا في مشكله تانية هتحصل، اللي هي التوقعات العاليه، وفاهمين ان هو ده المشاعر دي مكمله بعد كده. فلما نلاقي المشاعر اختلفت وما عادتش بنفس القوه والشغف بتاع الاول بنحبط. النوع التاني مشكلته ان انا مبقاش عارف اللي قدامي قوي، ومش ما حصلش بينا بعض تاريخ، فلسه احنا اللي بنتعرف على بعض جديد، وبنتعرف على بعض في وقت الجواز مع ثقه بقى. بس في ميزه ان كل واحد فينا مش عشمان قوي في التاني، فهيبذل مجهود علشان يحاول يرضيه. فلما الاثنين يحاولوا يرضوا بعض هيعملوا تاريخ، وتاريخ واقعي. اوكي. فيبقى اقوى شويه من التاني. فهنا بقى عيب ان احنا لسه ما نعرفش بعض، مش واخدين على بعض، لسه بنحسس على بعض، مش فاهمين بعض شويه. التاني يبقى اكتر. فعشان كده كل نوع بيبقى له كده وله كده. بس ايا ما كان اي نوع من دول اللي هيبقى موجود، الجواز ما بينجحش اوتوماتيك. الجواز محتاج طول الوقت مجهود ورعايه، وتبقى علينا مفتحه قوي على الشريك بتاعنا. انا فكرت هنا وانا بجهز مع حضرتك للبودكاست، حضرتك قلت برضو كلمه معلقه معايا من ساعتها، انه علاقه الجواز دي عامله زي البيبي لسه موجود او لسه مولود، محتاج رعايه بشكل ما، وشكل الرعايه دوت بيختلف مع مرور الوقت وهو بيكبر، غير ما احنا مثلا فاكرين انه كتبنا الكتاب وعملنا الفرح فاتجوزنا خلاص كده تمام. فواضح ان هي علاقه دايناميك. ما هو ده موجود في عقولنا، ان احنا الافلام بتاعت زمان كلها كانت قصه حب ومشاكل كتيره بقى وبتاع وما اعرفش مش عارفين يتجوزوا في الاخر خالص بتحصل النهايه السعيده، بتجوزوا ودي النهايه ويخلص الفيلم ما نعرفش ايه اللي حصل بعد كده. لا، وكأن دي خلاص يعني كده الدنيا مكمله بقى بايه في كده. لا، دي بدايه مرحله اخرى بقى محتاجه ان احنا نبذل مجهود فيها عالي، ونبقى فاهمين انها مختلفه عن اللي قبليها، ومحتاجه تعامل مختلف، ومحتاجه رؤيه مختلفه، ومحتاجه احتمال مختلف تاني للي جاي. لان هتبتدي تظهر لنا مشاكل بعد ما نتجوز، والمشاكل دي طبيعي، ولازم افهم المشاكل دي طبيعي وجزء من العلاقه. في مشاكل تانية ما بقاش جزء من العلاقه ولا حاجه طبعا، ومش المفروض انها تبقى موجوده، وبتبقى موجوده يعني، ومش لازم تبقى موجوده عند الناس، لكن في مشاكل لازم هتبقى موجوده وجزء من العلاقه. وازاي احنا نتعامل مع المشاكل دي، وازاي نتجاوزها، ومش بس نتجاوزها، ونبني بعديها علاقه اكثر متانه مبنيه على واقع، مش مبنيه على خيال، افتراضات وتخيلات. بالظبط كده. طيب يعني مع كلام حضرتك انا عايز اسال بقى، هو ايه بالظبط المشاكل العاديه اللي طبيعي انها تبقى موجوده في الجواز، وايه المشاكل اللي مش عاديه؟ المشاكل العاديه اولها بعد شويه نحس بالملل. احنا عايشين مع بعض، الاول كنا مش عايشين مع بعض، فكنا لما بنتقابل مثلا ساعه ولا ساعتين، او بنتكلم في التليفون بالليل بعد ما نروح او كده، كان بيبقى فيه مفيش احساس بالملل، بالعكس احنا عايزين نرغي ونتكلم مع بعض. لا، الوقت خلاص قاعدين مع بعض اليوم كله، فتقريبا ساعات الكلام بيخلص، وساعات مبقاش فيه كلام كتير ان احنا نعمله، فبالتالي بيبقى نحس بالملل وبالروتين. ده بيروح خلي العلاقه تفقد بريقها. لو استسلمنا احنا الاثنين لده، هنقع بقى في حته ايه؟ فقدان الشغف وقله الاهتمام. فدي لازم يبقى عندنا كل واحد فينا لازم يشغل دماغه ازاي نتعامل مع الملل ده، وازاي نوجد طرق اخرى في التواصل ما بيننا، والتواصل مع حياتنا الخارجيه، بحيث ان احنا نجدد الدوافع، وطول الوقت يبقى عينينا شغاله على ده. لان احنا لو فقدنا الشغف، يبقى بالتالي خلاص احنا هنبقى قاعدين في البيت مع بعض زي ما كنا قاعدين، بس مش قاعدين. كل واحد فينا مسك موبايله، وكل واحد فينا هيتفرج على التلفزيون، وكل واحد فينا ماسك جورنال، او كل واحد فينا ماسك كتاب، وخلاص واحنا عايشين مع بعض كده وخلاص. فده يخلي في قله شغف بالحياه. المشكله الثانيه اللي هو قله الاهتمام، وان انا بقيتش مهتم قوي بالشريك بتاعي.
وعندي رغبه قويه ان انا البي احتياجاته واشبع رغباته، وان اكون مهتم بيه ومتاح له موجود معاه لو احتاجني، وان انا داعم له. في مشكله ثالثه بعد كده بتحصل كمان، اللي هي ان احنا يبقى فيه فروقات ما بين التفكير والمعتقدات والقيم. ده راجع ان كل واحد جاي ممكن يبقى من بيئة مختلفة حتى لو من نفس الطبقة، بس ممكن تبقى برضو في اختلافات. طبعا هنا بقى بنقع في غلطه ساعات، ان كل طرف بيحاول يفرض اجندته على التاني ويخلي التاني يتبعه. ده مش هيحصل. لابد احنا الاثنين نفكر في طريق ثالث لينا احنا الاثنين، للمؤسسه الجديده دي، للبيت الجديد ده. اوكي. لازم نفكر في طريق تغيير، لازم يكون في عندنا تطور، ان احنا نبقى منفتحين، ان احنا مش هقول نتنازل، احنا مش هنشوف، مش التنازل لما يكون انا كنت في حاجه كويسه وبقيت في حاجه اوحش فيبقى سميه تنازل، لا، ان احنا نولف طريقه جديده لينا احنا الاثنين، نقدر من خلالها ان احنا نعيش مع بعض واحنا متناغمين في هارموني ما بيننا. تناغم مش تنازل. لا، تناغم وهارموني. ما هو هنا في غلطه بقى بتحصل ايه بقى، ان كل واحد طرف بيحاول يغير التاني ويبقى فاهم ان هو اللي انا عندي هو الاحسن. ده على مستوى مثلا الفكر، على مستوى الذوق، على مستوى الشكل الخارجي، على مستوى حتى الاكل، على جميع المستويات. طول الوقت انا شايف ان انا الطريقه اللي كنت عايش بيها هي الافضل، والتاني هو اللي هيجي لي. اوكي. هنا بتحصل بقى خناقه بقى. الخناقه دي لو ما اتحلتش بشكل ودي، وبدا يبقى فيه التوليفه اللي قلت عليها دي، لا، هتعمل فجوه. وان انا احس ان انا لما الطرف التاني عايز يغير لي بالشكل ده عشان ابقى شبهه، احس بعدم الكفاءه. اوكي. وان انا ماليش مهم عنده. وهنا وان هو شايفني بشكل مش قوي. فهنا تبدا فكره دماغي بقت ايه، تروح لمنطقه ايه، سوء ظن، شك، غيره. دخلني في منطقه الغيره، ان انا هغير من التاني او هغير عليه من اللي حواليه، لو هو ناجح، لو هو محقق نفسه، لو كذا، هحس طول ان هو بينمو وانا لا، او ان هو ممكن يكون حواليه ناس ممكن يلفتوا نظره عني، لانه خلاص بالنسبه لي انا دلوقتي خلاص فقد اهتمامه وشغفه بيا. تمام. وساعات بيحصل غيره بقى بين الاثنين، مش انا غيران عليك من طرف خارجي، لا، غيران منك انت شخصيا. هو بينجح وبينمو وبيكبر ويحقق نفسه ويحقق ذاته وانا مش ماشي بنفس الخطوات، وبوصلنيش منه رساله تطمينيه ان رغم كده لا، انت اهم عندي من كل ده. اوكي. وهنا لو انا بنجح في حياتي لازم يوصل للتاني رسائل مني انا بقى، اللي هو الشخص الناجح ده، ان لا، انت اهم من كل نجاحاتي دي، والنجاحات دي كلها مالهاش معنى لو انت ما انتش موجود فيها. معتادين احنا بقى دايما في اللقطه دي او في الخناقه دي ان احنا نسمع من الطرف اللي هو بيلام على ده انه يقول طب هو انا بعمل كل ده عشان مين؟ هو يعني المفروض ان انت عارف ان انت اكتر حد اولويه عندي، مش لازم اقول يعني ما اللي انا بعمله ده بيقول كده. لا، هو لازم يقول على فكره، ولازم يعبر، ولازم يستقبل رغبات الاخر، ولازم يهتم بيها. ما يعتبرش ان ده بيحصل اوتوماتيك، وانه هيفهم اوتوماتيك من نفسه وان هو كذا وانه هيقدر. لا، مفيش حاجه عارف ان ده مفيش حاجه اوتوماتيك. لا، ولازم عارف ان ده جزء مهم جدا له، لازم وجهد لازم يبذله علشان يبقى كل النجاحات دي ليها معنى، عشان ما تقعش منه نتيجه ان انا في البيت عندي مش مستقر. اوكي. فلازم افهمه ده واطمنه ده عشان ما يسيبوش فريسه لخوفه. ما هو لما يخاف هيبتدي يقلق، لما هيقلق هيبتدي يتصرف تصرفات فيها نوع من اللي هو الرضعونيه او الزعيق او اي حاجه من دي. فبالتالي خلاص انا كده دخلت في منطقه صراع. منطقه الصراع دي مش هتديني فرصه ان انا اعيش مستريح. والصراع ده اعتقد كمان هيبقى اكبر لو الطرف ده كان بدأ العلاقه بنوع من التنازلات، هو متصور ان هو لما هيتنازل بشكل او باخر ده هيفيد العلاقه، بس اتصور من كلام حضرتك ان هو بعد كده بعد فتره هيكتشف ان التنازلات دي كانت عبء اصلا عليه. فهو احنا مش عايزين تنازلات. لان التنازل معناه انا بقول انا اتنازلت، يعني معناها انا كنت في مكانه وبقيت اقل. احنا عايزين ان احنا نبتدي يعني رتمنا يقرب من بعضه، نولف على بعض، يبقى في هارموني ما بيننا.
هو ساعات بقى اللي بيحصل الخطر بقى بيحصل ايه بقى؟ ان في طرف اللي هو كده يبقى غش واضح ومستخبي بالنسبه للتاني، فالتاني شكوكه تزيد ويحس انك انت بتبعد من الفوجة بتزيد، فبالتالي بيبقى قلقان جدا، وقلقه ده لابد ينعكس على علاقته بيك ونظام التفاعل اليومي بتاعه. ولو القلق ده زاد بقى وصل لحد ان قاعده الامان اللي كانت موجوده تتهز او تحصل فيها تآكل، يبقى احنا دخلنا في منطقه ثانيه خالص بقى. كل ده احنا لسه بنتكلم على المشاكل الطبيعيه او العاديه او الممكنه انها تحصل في الجواز. من ضمن المشاكل برضو التانية ممكن تحصل اللي هي الضغوط الموجوده في الحاله العاديه على كلنا، سواء ضغوط ماليه او ضغوط صحيه او ضغوط عائليه او ضغوط مجتمعيه. كل دي ضغوط بتبقى موجوده عندنا. وكمان علاقه الاهل بالطرفين، واحيانا التدخلات الغير منضبطه نتيجه ان احنا بنحكي ونطلع كل اللي موجود جوانا عليهم، فهو كل واحد بيدافع عن الطرف اللي يهمه. فممكن يقول كلام يأثر على العلاقه بعد كده، ويخلي العلاقه بعد كده يبقى فيها نوع من الصراع والخناقه اللي هي مش هتخلص. اكيد احنا بني ادمين وبننحاز لبعض. طبعا. فدي بالحاجات دي كلها. او احيانا بيحصل ان احنا يحصل موقف ضاغط علينا من مره، ازمه اقتصاديه، ازمه صحيه، اي حاجه، فدي برضه بتبقى دي اختبار على فكره لمدى قوه العلاقه ومدى قربنا من بعض ومدى قدرتنا على ان احنا ندعم بعض في المواقف اللي زي دي. اكيد. ومن ضمن المشاكل برضه الطبيعيه اللي هي الصراع على تربيه الاولاد. كل واحد فينا شايف ان الطريقه اللي اتربى بيها والانماط اللي كان بيعامل على اساسها هي دي المثاليه. وحتى دايما لما مثلا بيجوا مثلا حد طرف يعترض يقول له ايه، طب ما انا دي طريقه التربيه دي اللي كبرتني انا وخلتك اعجبت بيا واتجوزتني. فبيسكتوا. لا، هو احنا كل واحد فينا برضه لازم هيبقى في طريقه ثالثه غير طريقتي ولا طريقتك، طريقه ثالثه، لان اصلا الزمن اتغير والمجتمع اتغير، فاللي هو القديم ده ما عادش هينفع يتطبق بحذافيره لا ليك ولا ليا. بالظبط. وبقى في مجتمع تاني موجود هم الاولاد دول عايشين فيه، فلازم احنا كمان نتطور في المنطقه دي ونشوف الاختلاف اللي حصل، ويبقى في عندنا منطقه ثالثه نتعامل بيها ومش خناقه. احنا بنتعاون ما بيننا وبين بعض علشان نربي ده، وممكن كل واحد يلعب دور مختلف وبالاتفاق ونبدل الادوار دي بعد كده. لازم يكون في برضه المنطقه لازم تكون فيها هارموني. ما هو ده مثال حي من ان احنا بنتناغم مش بنتنازل. مش كل واحد فينا بيتنازل يتعود عليه، لا احنا بنحاول نوجد حاجه مناسبه للواقع اللي احنا فيه، فاحنا بنتناغم في ده. وكمان من الاخطاء اللي بتحصل في بيت الواد ساعات التنافس على ارضائهم، ارضاء الابناء. والرشاوله تتقدم من كل من الاب والام للاولاد عشان كل واحد فيهم يجتذب ده اللي جنبه، علشان في الاخر خالص يبقى انا اللي انا موجود على الساحه. برضه دي هتبقى على حساب الاولاد بقى. وده حقيقي فعلا بتبقى يعني تكلفتها عاليه قوي. انا كاني بوصل للابناء او للولاد ان هم ازاي يقدروا يتلاعبوا. ممكن يكونوا الولاد مش عايزين يعملوا ده بس غصب عنهم بيضطروا يعملوا ده. انا فتحت الباب له بالظبط، وبقى في مكاسب. فبالتالي هنا خلاص بقت ده ممكن يحصل. فهنا هنقول تاني ان هو مش تنافس، مش تلاحر، هو تناغم وهارموني. وطريق ثالث لازم طول الوقت احنا بنفكر في انشائه يكون مناسب لليونت بتاعتنا اللي هي اسرتنا اللي هي الجديده اللي احنا بنعملها، ومتناسبه مع المجتمع الجديد ومتناسبه مع تطورات العلاقه ما بيننا. فعشان كده بنعمل كده. الحاجات بقى اللي هي مش طبيعيه انها تحصل وممكن تهد في اساس العلاقه اللي هي كذب. احنا قلنا عدم الوضوح. ساعات عدم الوضوح ده بيبقى الواحد غصب عنه بيقول كده عشان التاني عارف لو قال هيتخانق معاه وبتاع متحرج او بنتجنب الخلاف. بالظبط كده. لكن الكذب بقى ان اقول حاجه ما حصلتش او اخبي حاجه حصلت عندي اكتشفها، انا بضرب كده قاعده الامان اللي موجوده في العلاقه. وغالبا ما بتبقى الحاجه دي حاجه مش كويسه اللي بتحتاج تعمد الكذب. بالظبط. وده راح مدخلنا على المنطقه الاصعب بقى في الحدوته اللي هي فكره ايه؟ الخيانه. ان يحصل نوع من الخيانه. مأساة الخيانه انها بتروح ضربه قاعده الامان تماما. وبتفقد الثقه. ويبقى صعب استعادتها تاني. طبعا. لان الخيانه فيها غدر.
وما بقاش في حاجه ممكن تبررها، لان حتى لو قال مثلا اصل انا حاسس بالملل، انا ما كنتش عارف ايه، انا صبرت مش مهتمه بيا، اصل جوزي كان ماشي. لو انت مش عاجبك العلاقه غادر بسلام. او قبل ما تغادر بسلام اتكلم مع الطرف مثلا ما هو قدامك هو وخليك يقول لك واضح انا معاه. اتكلمت وحاولت وبتاع، لكن خلاص انت وصلت لمرحله انك انت مش قادر تتعامل مع ده، لدرجه انك انت بدات تدور على شريك اخر. اوكي. لازم ده يعلن. لكن الخيانه فيها غد وفيها تخبيه، ان انا احتفظ بيك عشان مميزات وجودك في حياتي، بس هيبقى لي سكه تانية اشبع بقى رغباتي، وانت بقى رغباتك ساعتها مش هتبقى مهمه بالنسبه لي. مش شايفها اصلا. لا، وحتى لو عملتها تبقى فيك. ليه؟ لان اعملها نوع من ايه، براء الذمه، او ان انا بحاول ان انا ايه اخليه يرضى او يسكت عشان ايه يغمض العين عني. بس الخيانه هيبقى لها شغل تاني خالص لما نيجي نتكلم عنها بقى كموضوع متكامل لوحده. صح. وازاي نتكلم فيه. في حاجه انا اخرتها، ودي طبيعي انها تحصل مع الجوازات، بس اخرتها لاهميتها، لان حتى انا سمعتها من ناس كتير اللي هم المفروض يكون جيل ولادنا يعني، او حتى ممكن يكون احفادنا يعني، اللي هي فكره التوقعات. اوكي. التوقعات العاليه، وبالذات في حالات اللي هي الجواز اللي بتتم عن طريق الحب. ان كل واحد فينا لما بيحب حد بيبقى غالبا ما مش شايفه بنظره واقعيه، شايفه بنظره مختلفه عن ما هو واقع، نتيجه حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي قدامي نفسه مش قصدي يغشني ولا حاجه، بس بيحاول يحببني فيه، فبيبدي احسن ما عنده، وبيحاول ان هو يبقى مش نقول يخبي، بس يخليه ما تعرضش لعيوبه. هو عايز يزيدني له، فالمنطقي ان هو مش هيعمل الحاجات اللي تنفرني وتبعدني. وانا بقى كمان بقى الطرف الثاني بقى يروح عامل ايه بقى، واخد ده كمان بقى وضايفه كمان عليه حاجات كتير، مكبره، ومش بس مكبره، ومزود له حاجات مش موجوده اصلا، ويشوفه بشكل ما يتمناه، مش ما هو عليه فعلا. ويبتدي يتعامل ان هو ده. في الخطوبه والحب وكده ساعات دي بتبقى قادره تمشي بتعدي، لما نتجوز ده صعب، ده مستحيل يستمر. فكل واحد ساعتها بيتخبط، ده مش انت، ده مش هو، ده انا ما كنتش عارف كده، ده طلع مش عارف ايه ده. دي كانت بتفهمني من نظرة عين، او ده كان يشوفني فيعرف انا مالي بالظبط. وكنت انا اولويه بالنسبه له قصوى، لان الموضوع طب بيحاول يرضيني. دلوقتي لا، مش معقول هنفضل، هيبقى في تبادليه بقى. فساعات بقى التوقعات دي، والتاني كان مهتم بكل تفاصيلي. يعني مره حد يعني قال لي كده، الفرق ما بين قبل وبعد الجواز ان الشريك بتاعي كان يهتم بجميع التفاصيل بتاعتي، وواخد باله منها وبيلبيها له. بس انا كنت بقدر اعمل ده في ساعه ولا ساعتين في اليوم، او مرتين في الاسبوع، او كده يعني. لكن ال 24 ساعه عشان افضل انا على هذا الريتم من الفعل هيبقى صعب جدا، صعب على الطرفين طبعا. فبالتالي هنا بتبتدي النظره يقول لك لا، ده مش ده اللي انا كنت عايزاه. الخبطه دي بقى ممكن تبقى مؤذيه جدا لو الاثنين ما انتبهوش ان لا، طب ما احنا صح، ما كانش هو ده اللي موجود قبل كده، بس ممكن نتيجه ان احنا عايشين مع بعض لو بذلنا مجهود واهتمينا ببعض وحاولنا بعض نشبع بعض وحاولنا نلبي رغبات بعض وحاولنا نكون موجودين وداعمين، وان انا مش هخذله، لو ده بقى موجود هيبقى اقوى من الاولاني اللي هو الحب. ان هيتبنى مشاعر تانية اقوى على اساس واقعي وتاريخ. اوكي. لا ده في الموقف الفلاني ما خذلنيش، لا ده لما احتجت منه كذا عملها لي، لا ده لما انا كنت ضعيف في ده دعمني، لا ده هو اشتراني وباع كل حاجه تانية عشان خاطر انا ابقى موجود في حياته. فهنا بالتالي تبقى هنا بقى حاجه اقوى ولها طعم تاني مختلف، وتقدر تصمد مع الوقت. لكن لو ده ما حصلش يبقى في خطوره شديده على الجواز. انا خدت بالي هنا ان حضرتك واحنا بنتكلم في البدايه بتاعه الجواز، الحته بتاعه او المنطقه بتاعه الشغف، واللي لو فقدت هيبقى فيه ملل وهيبقى فيه مشاكل. وبعدين الجزء الثاني واحنا بنتكلم، حضرتك بتتكلم على المجهود اللي بيبذله الطرفين علشان يطوروا من العلاقه دي. فاللي وصلني او اللي انا فهمته انه الحكايه مش شغف بس ولا مجهود بس، يعني هم محتاجين الاثنين مع بعض، او اللي اقدر اسميه يعني جنب الشغف في مسؤوليه. المسؤوليه اللي هتخليني شايف وعارف ومقدر ان انا محتاج ابذل مجهود احنا كطرفين في العلاقه. بالظبط. المسؤوليه دي كمان هتبقى موجوده امتى؟ لما اكون شايف النعمه ربنا ادهاني بوجود طرف اخر في حياتي، شريك ليا، وجود اسره،
وجود بيت. في ناس كتير نفسهم كده مش بيحصلش. ساعات احنا بنحس ان ده عادي او مش مشكله، ومش بس كده وعيب كمان. وبننسى خالص ان احنا في لحظه كنا متمنين ده بشده وبقوه. لازم طول الوقت نفكر نفسنا بده عشان نقدر نحافظ على النعمه دي، ويبقى عندنا الدافعيه ان احنا نكمل ونستحمل. وان احنا مش نستحمل يعني معناه ان احنا قاعدين في حرب، لا، نستحمل الاختلافات ونستحمل التناقضات الموجوده والضغوط اللي موجوده عشان نعرف نبني حياه مستقره نقدر نربي فيها اولادنا ونقدر نعيش فيها نحقق طموحاتنا ونجاحنا. طيب يعني نقدر نقول انه الجواز من المؤكد ان هيبقى فيه مشاكل. نقدر نقول انه المشاكل دي في منها المشاكل الطبيعية والعادية اللي هتحصل في اي جوازة، ولكن ساعات بيكون في مشاكل غير طبيعية، مشاكل صادمة ومشاكل تقيلة مش من المعتاد او من الطبيعي ان هي تبقى موجودة، وساعتها ده بيوصل الجواز لمنطقة صعبة جدا معقدة جدا قد ينهار معاها اصلا. لان النوع التاني من المشاكل قاعدة الامان تآكلت والثقة ما عادش موجودة، فبالتالي كل طرف ما بقاش عارف هو العلاقة دي هتخلص على فين. من غير امان تقريبا ما فيش حاجة في الحياة يبقى لها طعم. مفيش علاقة، مفيش علاقة او مفيش حياة. الحياة من غير امان مش حياة. مش حياة، طول الوقت متحفز ومترقب وخايف ومرعوب وبهبش في اللي قدامي. بالظبط. وده اللي هيعمل لنا بعد كده بقى ايه الخطوة اللي بعد كده، اللي هي ممكن المشاكل بقى الحقيقية اللي بتحصل نتيجة عدم وجود الامان. ده اللي نتكلم عليه في الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا دكتور أشرف. العفو.